جميلة أوي أوي، ده سكر أوي أوي أوي، أنا بحبها أوي والله جدا. إيه ده؟ إيه ده الشقاوة دي؟ إيه ده الطعامة دي؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة جديدة وحلوة أوي، والشيف براك نفسه بقلالة قدره مش عارف يعملها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. مش عارف يعمل. أول حاجة حطي بالبيض كم بيضة؟ 4. ماشي. وهاتي بقى الشوجر. هنحط قد ايه سكر؟ كوباية. فيروز ده استوب، ارحمينا بالله عليكي، بالله عليكي احط ارحمينا. تاني ونحط كوباية ربع من اللبن، كوباية ربع من الزيت، ونحط نقطتين من الفانيليا عشان يعني اوعى تحط اكتر من نقطتين عشان تبقى حلوة. لا شويه كمان كده، شويه صغيرين قوي. وليه مش اكتر من نقطتين؟ يعني نقطتين بس؟ مش نقطتين. لا حبه صغيرين قوي، نقطتين يعني شويه، عايزة نص أحط معلقه صغيره. نضربهم نضربهم في الخلاط. نضرب خلاط ونجيلكم ماشي. نحط معلقة كبيرة من بش البرتقال. تعالى نحط معلقة كبيرة ونروح نضرب تاني بقى. لا انا لا. هنجيب بقى كوبايه من الدقيق الذره اللي هو الدقيق الاصفر دوت. انا كنت لازم اتدخل هنا عشان انا عارفه ايه اللي هيحصل، وعارفين ايه اللي هيحصل من فيروز. حاضر ثواني. ماشي. حط هنا الاول، لازم ننخله عشان لو في اي حاجه كده. ماشي. هنحط كم كوباية دقيق؟ هنحط كوبايه ونص من الدقيق. ادي اول كوبايه، يلا انخلي. احسن من الشيف براك اهو. هنحط كمان نص كوبايه تاني. حط كيس بيكنج باودر. وهنا بقى حصل 100 خناقه عشان طبعا فيروز مش مهنيه فريده على الفيديو. كانت فريده كان نفسها هي تعمل الفيديو، وهي نفسها تقلب وكله، بس اديكوا بقى شايفين فيروز عماله تتخانق، وكل ما فريده تمسك الحاجه هي بتاخدها منها، وعماله تتخانق معايا وعماله تتخانق مع البيت كله، مش عارفين يسكتها ومش عارفين يسيطر عليها. الفيديو اصلا كان هيبوظ، بس تبقى بكرم ربنا قدرنا نكمله يعني. هنا بقى خلاص دهنا، جبنا قالب كده ألمونيوم ودهناه بأي مادة دهنية، زيت أو زبدة. بعد كده هننزل فيه خليط البسيسة، وبعد كده بقى هنجيب كده شوية من السمسم. السمسم بيخلي طعم البسيسة حلو جدا. وكمان بقى بشر البرتقال دوت ما تستغنوش عنه. هنا بقى هي عايزة تاخد مني الحاجة بالعافية، وفريدة يعني نفسها تعمل، وقعدنا بقى كده لغاية آخر الفيديو. ربنا يهديك يا رب فيروز، ادعوا لها. وبصوا بقى خلاص قلبتها عياط وقلبتها نكد، ومش عارفين نتصرف معاها ولا عارفين نعمل معاها ايه. حطينا السمسم، وانا خدت الصينيه وجري على الفرن، والفرن نسخنها قبلها ب10 دقايق او بربع ساعه، ونحطها على درجه حراره 180، ونسيبها بقى لحد لما تستوي. بصوا بقى انا هنا خدت الصينيه كده باعجوبه منها، مش عايزه اسيب الصينيه اصلا. وهنا الحمد لله صالحوا قبل ما الكيك يطلع من الفرن. تمام اتصالحوا هما الاثنين. يا صحابي خلاص استوت هنوريها دلوقتي. بس في الاخر برضو ما سكتتش فيروز. بصوا جميلة ازاي؟ هي كمان جميلة قوي قوي، ده سكر قوي قوي قوي، انا بحبها قوي والله جدا. ايه ده؟ ايه ده الشقاوة دي؟ ايه ده الطعامة دي؟ جيب طبق. بص شكلها حلو ازاي، والسمسم عليها حلو ازاي، خطيرة بجد. بص خطيرة بجد. هنا بقى
الحمد لله فيروز كسرت الرينج لايت، بس كنا ماسكين الموبايل بايدينا وقدرنا نكمل الفيديو للاخر. بس مش قادره اقول لكم البسيسه طالعه قد ايه طعمها حلو جدا. بصوا لونها اصفر كده زي ما انتم شايفين، والسمسم بيديها طعم خطير. لازم تجربوها بالطريقه ديت، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.